السلام عليكم. من ضمن المواقف المرعبه اللي ممكن تصحيك من النوم مفزوع هو ان تليفونك يتسرق منك. من الاخر جايب لك حل من ضمن حلول كتير، بس ده يعتبر من التوب. ابلكيشن ما بعملوش اعلان خالص، بس لو صحاب الابلكيشن عايزين يتواصلوا معايا فاهلا بالرزق. المهم الابلكيشن ده يعتبر فيه كل حاجه. اول حاجه لو حد سرق تليفونك مش هيعرف يقفله، ودي مهمه قوي. بدل ما ياخده كده يروح قافله مره واحده، لا مش هيعرف يقفله. فاول ما يحاول يقفله هيحصل ايه؟ التليفون هيلقط صوره لحظتها، وهيبعت صوره اللي سرق والمكان بتاعه على رقم تليفون انت مسجله من الاول، حاطط رقم اخوك مثلا، رقم حد من اسرتك. اول ما التليفون بتاعك يتسرق لا قدر الله يحاول يقفله، التليفون ياخد صوره ومكان للشخص ده. الحاجه التانيه انه بيمنع الحرامي انه يعمل التليفون وضع طيران. انا هحط لكم لينك للابلكيشن مباشر من جوجل بلاي عشان ما تنزلوش لا نسخه مضروبه ولا مزوره او مزيفه. هحط لكم لينك مباشر من جوجل بلاي تدخل عليه تنزل الابلكيشن على طول. الابلكيشن اصلا نازل 5 مليون مره وتقييماته في السماء. المهم نكمل. وبصوا الميزه دي خاصيه مراقبه ان العربيه تعمل حادثه. لا قدر الله في عربيه حصل حادثه، الابلكيشن ده بيعرف وبياخد باله وبيبعت رساله للرقم اللي انت مسجله الاول وبيبعت لوكيشن. في بقى خاصيه انك تقفل الابلكيشنز اللي جوه التليفون برقم سر، دي حاجه اضافيه كده. فالابلكيشن بيعمل الحاجات دي وحاجات تانيه كتير هتكتشفوها لما تنزلوه ان شاء الله. نزلوا الابلكيشن وما تخليش حرامي يحرق قلبك على تليفونك. ربنا وحده عالم انت جايبه ازاي، وربنا يستر على الجميع. السلام عليكم.